السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم منى من قناه منمن احمد. جايلكم النهارده في فيديو هيعجبكم عشان في بنات كتير طلبته مني، وهي البرفانات اللي انا جايباها في جهازي. وهوريكم كمان ازاي هشيلها علشان خاطر في العزال. يعني انا كنت شايلها في اكياس كده وحطها بعيد عن ايدي، بس خلاص هحطها بقى في الكرتونه وهغلفها. الفيديو ده نزلته امبارح، بس مسحته علشان خاطر كان فيه كذا حاجه كده ايدي كانت باينه فيه قوي ومسحته. بصراحه ما كانش ينفع ان انا انزله، انا ما خدتش بالي منه خالص. بس قلت اصوره لكم تاني، وكمان هقول لكم على شويه حاجات كده نسيت اقولها لكم برضو في الفيديو الاولاني. اول حاجه، في بنات كتير سالتني على برفانات ماي واي حلوه ولا لا. هي حلوه وريحتها حلوه وبتثبت لحد ما. وعلى فكره اي برفانات ملهاش مده صلاحيه، او عموما البرفانات يعني بتاعت ماي واي، بس عشان يبقى كلامي واضح قوي، ما بيبقاش ليها مده صلاحيه. انا شايلاها دلوقتي مثلا داخله في 3 سنين اهو. بصراحه يا بنات ما جرالهاش اي حاجه، في حاجات بقالها سنتين وفي حاجات بقالها 3، ما جرالهاش اي حاجه معايا. الريحه بتاعتها زي ما هي، لا ريحتها بقت كريهه ولا ريحتها قلبت ولا اي حاجه. من اكتر البرفانات اللي انا بحبها وكنت قلت لكم عليها قبل كده، اللي هو البرفيوم بتاع تندر ده. البرفيوم ده حلو جدا يا بنات، والازازه بتاعته شكلها حلوه بالنسبه للعرايس. يعني لو انت حطيتيها على التسريحه تبقى شكلها جميله جدا. ده برفيوم لوحده، وفي اللي هو بينزل عرض. العرض ده بيبقى برفيوم ومعاه شاور جل بنفس الريحه، ومعاه كمان لوشن حلو جدا. انا كنت جايبه عرض، كنت جايبه عرضين وكنت جايبه 2 برفان. بس انا فتحت منهم عرض وخدت منها برفان بس، فانا معايا العرضين اهو، ومعايا باقي العرض اللي هو الاولاني اللي انا فتحته ده. كمان البرفان ده حلو جدا، ده اسمه كريستال. برضو جميل وعجبني، بس هو ريحته عامله شوجر شويه، هو والسواريه ده. يعني لو انتي بتحبي البرفانات اللي هي اللي تكون الشجر دي هتحبيها جدا. برفيوم يو ده برضو حلو. طبعا ماي واي بتنزل برفانات كتير بس مش كلها حلوه. انا عن نفسي جربت كذا حاجه ولقيتهم حلوين، وفي حاجات جربتها طبعا ما عجبتنيش. فانا طبعا كل الحاجات اللي انا جايباها دي جربتها وعجبتني. ليلى برضو يا بنات حلوه. وبينك دي برضو حلوه جدا ورقيقه وبناتي خالص. بريلا دي حلوه، رومانس حلوه. دي برضو حلوة. ودول برضو بتوع خطيبي وريحتهم وهم يا بنات. يمكن احلى 2 برفيوم شفت يعني في ماي واي الرجالي هما الاتنين دول. ودي برضو ريحتها لحد ما حلوة. انا بصراحة بعد ما جبتها مش عجبتني قوي يعني بنسبة 100%، بس كان سعرها رخيص وكانت حلوة يعني. طيب بالنسبة للبرفانات دي انا جايباها منين؟ هي عموما بتتباع في اماكن كتير قوي بتبيع منتجات ماي واي. دي حاجة. تاني حاجة، انا كنت عاملة عضوية في ماي واي، فكنت بشتري بصراحة حاجات كتير، وكانت فيها اصحابي بيطلبوا مني وكده فكنت بجيب لهم. فكنت باخد الحاجات دي عليها خصم يعني بخصم الفاتوره غير الفلوس اللي هي بتاعه الكتالوج. يعني في الكتالوج بينزل بسعر، فانا باخد بسعر اقل. وكانت في حاجات كتير بتجيلي هديه، فانا عشان كده هتلاقوا منها اكتر برفانات عندي بتاعه ماي واي. ده بقيه العرض اهو يا بنات. اللوشن ده شكل اللوشن، وده شكل الشاور جل بتاع تندر. ريحتهم حلوه جدا، وانصح بكل عروسه ان هي تجيب بتاع تندر ده. طبعا ملكوش دعوه بالكميات. انا زي ما بقول لكم مع الكميات دي انا مش متحكمه فيها، لان في حاجات كانت بتجيلي هديه وما كنتش بصراحه بحب ان انا افرط فيها. يعني مثلا 2 ليله، انا ما كنتش، انا لو انا هشتري ما كنتش اشتريت طبعا 2، هي كانت كفايه واحده جدا. بس هي جات لي هديه، نزلت في شهر كده كانت جايه هديه. وبرده تندر جات لي كواحده هديه، فقلت مش مهم. انا كنت جايبه 2 عرض وواحده، فلقيت معايا 3 ازايز حلوين جدا، فقلت هيقعدوا معايا فتره. غير كده وكده يا بنات، ان الحاجات دي ملهاش مده صلاحيه يعني عادي. تمام. طب بالنسبه للاسعار، اسعار ماي واي زي اي شركه من الشركات زي ماي واي واورفلام والكلام ده، كل شهر بيبقى ليها سعر يا بنات. يعني هي مش كل شهر بنفس السعر، لا. هما بينزلوا مره عروض مره ما ينزلوش. يعني بتبقى على حسب الشهر اللي انت بتبقي فيه، مره تنزل غاليه مره تنزل رخيصه. بس هي في سعرها يعني من 30 ل 35، وممكن اقل، مش بتغلى عن كده. تمام. بس اهم حاجه لما تجيبي منه اتاكدي ان هو بيبيعها بالتخفيض. في محلات كتير قوي بتبيعها بالتخفيض، وفي محلات بتبيعها لك بسعر الكتالوج. تمام. البرفانين دول كمان يا بنات كنت جايه لي هديه. دي برضو حلوه جدا، كانت جايه لي هديه.
اللي عاجبني فيها ان نفس الشكل بتاع تندر اهو، وريحتها وهم وبتثبت جدا. حلو قوي يا بنات. تمام، فيلا تعالوا بقى. وجنان دي برضو من ماي واي حلوه. انا كنت عرضت معاكم يعني، انتوا لو عايزين ترجعوا للفيديو بتاع البرفانات اللي انا جايباها من ماي واي ارجعوا لهم، هو هتلاقوا الفيديوهات دي على القناه عندي، اول فيديوهين خالص انا عملتهم. فيلا تعالوا شوفوا انا هخزن البرفان ازاي، او هحطه في الكرتونه ازاي، وهرصهم معاكم ازاي. خليكم معايا. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان كل البنات وكل العرايس تستفيد. خليكم معايا يا بنات. اهو يا بنات دي الكرتونه كده اللي انا هحط فيها. اول حاجه هبتدي بيها هحط البرفان بتاع المجاميع اللي هي دي اهي. انا كنت رصيتها معاكم امبارح، بس بما اني عدت الفيديو فهرصها معاكم تاني عشان البنات اللي ما شافتش الفيديو. اهي يا بنات، وهحط بتاعه تمام. ثواني يا بنات خليكم معايا. انا حطيتهم كلهم كده عشان ما افضلش اجيب واعمل. اهي الليله دي هحطها هنا كده اهو بالمنظر ده. تندر هحطها، ولا تندر هخليها هنا، كانت هنا تقريبا اهو يا بنات. عادي هي بتترص بطريقه عاديه، انا بس اهم حاجه ان انا استغل المساحه كويس جدا. مش عايزه اخلي حاجه مش في مكانها. اهو يا بنات كده بالشكل ده، ان انتي توفقي وتحطي اهي. نجيب الصغنطوطه دي ونحطها كده. البريلا ممكن نحطها هنا كده اهي. نحط دول هنا. دي برضو برفيوم حلو جدا، كنت جايباه يعني لخطيبي كده. ودي سيجار رجالي. دي جنان. دي ممكن نحطهم بالطول ونحط معاهم واحدة كده اهي، تبقى حلوة والله اهو. ممكن نحط الكريم ده اوبن، دي ممكن نوقفها كده. عايزه احط ده كريم جيل كده، كنت جايباه من ماي واي برضو، كان هديه على حاجات كنت جايباها فتمام يعني. وده اهو. طبعا هو هيبقى معايا مساحه كبيره، انا هحاول ان انا استغل المساحه دي. استنى كده يا بنات اهو. معلش يا بنات الفيديو فصل. انا كده رصيت اهو الحاجه دي، البرفانات كلها اهي. وده كريم كده كنت جايباه من ماي واي برضو، حلو ريحته حلوه، بس ريحته شديده، هو بزبدة الكاكاو بس ريحته شديده شويه. الناس اللي مش بتحب الكريمات اللي بتبقى ريحتها جامده قوي ما انصحهاش بيه. وده اسيتون كنت جايباه من ايفا كده تمام، برضو حطيته. بس كده انا رصيت الحاجه بالشكل ده. فلسه هحط طبعا زي ما انتوا شايفين في مساحة عندي في الكرتونة، فهحط لسه باقي حاجات من فوق، فخليكم معايا وهنشوف هنحط ايه. اهو كده يا بنات، ده الشنطة دي انا حاطة فيها التوك طبعا اللي انا نزلتها لكم تمام. هحطها هنا مع البرفانات. ودي بقى التوك، دي الاطواق حطها لوحدها. ودي الاكسسوارات برضو صورتها لكم بس لسه ما رفعتش الفيديو. دي شنطة كده كنت حاطه فيها شوية حاجات يعني، هحطها كده.
وده بيبش اللي هو بيبقى فيه الفرو ده. وده يا بنات المانيكيرات اللي انا نزلتها معاكم اهي. فانا هشيل الاطواق دي، احط المانيكيرات دي تحت، وهقوم حاطه الاطواق دي على الوش كده. بس كده انا استغليت المساحة كلها اللي في الكرتونة، وحطيت التوك خلاص عشان هتتقفل. الحاجات دي انا مش هحتاجها في حاجة تاني. وحطيت خلاص الحاجات دي اهي يا بنات. هقفلها بقى بالشكل ده، هقفلها يا بنات وهحط لها بلاستر وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. بس يا بنات، وده كان شكلها كده بعد ما اتقفلت وبرشمتها خلاص. هتتحط هحطها مع باقي الكراتين كده. انا بحطها، بحب اعمل صفين بلاستر كده، والبلاستر لونه بني ده احلى من الابيض بكتير بصراحه. انا جايبه الابيض برضو بعمل بيه، بس لما جبت البني ده لقيته احلى. كده هي خلاص هتتشال بقى عشان ان شاء الله في الجواز. ادعولي بقى يا بنات ربنا يتمم كده على خير، ويبقى الميعاد كده نحدده بسرعه ان شاء الله. انا بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وباذن الله هنزل لكم طريقه تقفيلي وللحاجات المنظفات، واوريكم الحاجات اللي انا جبتها وما صورتهاش برضو. وفي كذا فيديو برضو انا صورته ان شاء الله هيعجبكم، وفيديو الاكسسوارات. ان شاء الله الحاجات دي هنزلها وباذن الله هتعجبكم. وهستنى تعليقاتكم عشان اشوف رايكم في الفيديوهات اللي فاتت. ما تنسوش بقى اللايك يا بنات للفيديو، واشتراك في القناه، وفعلي الجرس لو انتي اول مره بتشوفيني. برحب بيكي، منوراني، وكلكم منوريني حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.